خاطرش عيني هادي اللي نغمز بيها ما كتش تشوف مليح. راك تضحك، لا راك تضحك، لا راك تضحك، راك تضحك. هاري بوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليكي ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم غادي غير نشيخو هذا ما كان نحكي لكم على ثلاثة تاع القصص صراو لي في حياتي كنت قريب للموت لدرجة ما تقدرش تتخيل. نبداو بالقصة الأولى اللي شوية واصلا قديمة، القصة الزوجة ثاني شوية رايحة في الخيال، والقصة الثالثة حبيبي والله حسيت روحي غادي نموت تاع الصغر. القصة الأولى كي كنت صغير على الأقل عندها واحد 12 عام هكا من اللي صرات، كنا نروحوا في الويكاند عند جداتي ونتلاقاو كيما راك عارف الصغار اون جينيرال كي كنا صغار نبغيو نروحوا نضيف. وانا عندي ولد خالتي كنا انا وياه كي نتلاقاو تخمام تاع الشيطان يطيح علينا، لا حول ولا قوه الا بالله. كنا نروحوا لواحد البلاصه وقت الاستعمار فرنسا كتدي منا الحديد، يعني كان منجم تاع حديد هنا، وفي هذه البلاصه كاين بحيره وكاين بير حاسي. هذا البير العمق تاعها على الاقل واحد 200 متر. كيفاش عرفت بلي 200 متر؟ كاين واحد المعادله حسبت بها، يعني انسان حبيبي والله الناس تاع السيونس تاع تيرمينال بالك يعرفوها، ماشي بالك سير هي تاع الحصيله الطاقويه 1 على 2 ام في اس 2 تساوي ام جي اش. تسمى غير تشد الحجره اللي باغي تقيسها تحسب الكتله تاعها وتقيسها وتشوف شحال الوقت باش وصلت للقاع تاع هذاك البير. ايوا فقط عندك هذه المعطيات تقدر تعرف الارتفاع تاع البير شحال. حبيبي والله دخلتها لكم درس تاع فيزيك. المهم كما قلت لكم حسبت الارتفاع وخرج 200 متر وشي حاجه. وفي هذا البير كاين 3 حدايد ما على باليش لاش كانوا دايرينهم. المهم حنا شا كنا نديرو مشي راجل اللي ما ينقصش فوقهم. من الحديده الاولى نروحوا للحديده الزوجه والحديده الثالثه، ومن ثم نروحوا الجهه اللي مليح. ما نش عارف عقلنا شا كان يقول لنا دروك لو كان يعطيوني مليار مستحيل نديرها، مستحيل. لو كان ماشي غير مليار مال الدنيا وما نديرهاش. تخيلوا معايا شحال كنت قريب للموت في هذيك اللحظه، سبحان الله. ومشي مره ومشي زوج، يعني كل ما نروحوا نفس يعني ربي كان ساترنا وصاي. كانت هذه القصه الاولى تاعنا، على بالي ماشي عاديه ولكن اشوفمون هذه نبداو بها. القصه الزوجه تاعي رايحه في الخيال، يعني لو كان واحد ما نعرفهش يجي يحكي لي هذه القصه نقول له راك تكذب، هذه كاع ما كاش منها. والحمد لله عندي شهود، يعني صحابي كانوا معايا. ليستوار بدات من فيسبوك وين قريت انونس باللي لي ديبلوم تاعنا راهم واجدين تاع الجامعه. طلعت الجامعه ريكوبيريت الدبلوم. كي جبت الدبلوم تاعي تلاقيت واحد صاحبي تما اسمه علاء، ولقيت ولد خالتي اسمه عبد الرحمن وصاحبه واحد اخر كان معاه. قلت لهم لا كملتوا صوالحكم تهودوا معايا يلاه راني هاود. قالوا لي واه ماذا بينا. ركبنا في اللوطو وخرجنا. خرجت من الجامعه مشيت بالك 200 متر في اول رونبوان خرجت لي سامبول دايلي بريوريتي، مانيش عارف كيفاش ما دخلت فيه سبحان الله. اخر لحظه سيبون فرينيت عنده زعما كنت غادي ندخل فيه ما فيهاش حاجه كبيره ولكن زعما اللوطو تخسر. صحابي زقي وانا مخلوع. المهم ديماريت وكملت طريقي. خرجت من لافيل كانوا قبلي زوج الواطه وقبلهم تراكتور جرار كان يتمشى في الفوسي، يعني جابد على الطريق ما كانش يتمشى في وسط الطريق. اللوطه الاولى دوبلاته، الزوجه دوبلاته. انا كي جيت باغي ندوبليه كان فيراج. اون فوا جيت ماشي ندوبليه حبيبنا الفلاح دخل الطريق. انا اوتوماتيكمون جبت للدوزيام بوزيسيون الجهه الزوجه وقلت لكم كان فيراج. وفجاه خرج فيا طاكسي عائلي. لحد الان وليومنا هذا كيفاش ايفيتيته كيفاش ما دخلتش فيه مانيش عارف. لحد الان مانيش عارف صراحه. بصح هذيك اللحظه كرعيه برد وما قدش نوصف لك الشعور تاعي في هذيك اللحظه. انا عندي البارمي بالك راه عنده 5 سنين ولا ما على باليش شحال. جامي خفت خوفه كيما هذيك. زعما سي بون الموت محتم. الطريق ضيقه وحبيبنا يتمشى لي في وسط الطريق وانا جابد طاكسي جماعي حبيبي والله. والاغرب من الخيال، الاغرب من الخيال انا عاد قلبي يضرب عاد خايف موراها بكيلومتر واحد. قلت على بها قلت لكم هذه القصه اغرب من الخيال. هذا النهار بالذات موراها بكيلومتر واحد. صحابي كاع معايا وما زالنا خايفين. واحد من صحابي قال لي على حسب الشوفه ما غاديش نوصلوا بخير. قلت لكم موراها باقل من كيلومتر. كنت نتمشى بالك 4 ايام 70 هكا وانا في طريقي دايرين لي بانو وفي هذيك الكاري الصفر، يعني الطريق مضمون. الناس اللي راهم يفوتوا البرمي يفهموا شراني نهضر. يعني انا عندي البريوريتي. الطريق اللي كنت نتمشى فيها كاين طريق تقطعها، يعني الناس اللي يجيو من هذيك الطريق هما اللي يديروا ستوب وانا لازمني نفوت عاد هما يفوتوا. ولحسن الحظ الطريق هذه مسرحه، يعني تشوف انا نتمشى 70 شفت واحد داير ستوب. انا قعدت نتمشى 70 خاطر هو يدير ستوب وانا نفوت عاد هو يفوت. كي قربت له بالك بقى بيني وبينه 20 متر. قلت لكم كنت نجري هكا 70 60. سيد قطع الطريق. لو كان قطع الطريق ديريكت معليش قطع الطريق كي جاو في وسط الطريق حبس لي. يعني بهذيك لا فيتاس لو كان كنت ندخل فيه 100% السيد يموت رحمه الله عليه. فرينيت عليه بالك بعيد عليه ب 3 متر ولا مابا، يعني فرينيت نيشان عنده صح ولا علينا هكا امور يصراو كيما هكا. تخيلوا معايا الوضعيه، انا مفريني سيد واقف لي في وسط الطريق
قلت لكم الكون كنت ندخل فيه، كنت غادي ندخل في الباب تاع الشوفير، يعني قلت له السيد الله يرحمه ربي يرحمه، هذاك السيد ولا مشاريار كي جيت مقلع اونجاجا، لا حول ولا قوه الا بالله، والله لا ما عرفنا كان بعقله، ما عرفنا خاون اللوطو، ما فهمنا والو. يعني ثلاثه تاع لي زاكسيدون كانوا قادر يسراو، والادهى والامر ان بيناتهم 4 ساعه. خرجت من الجامعه صرات لي اللقطه الاولى، كي جي خرجت من لافيل صرات لي اللقطه الزاوجه، موراها بزوج دقائق صرات لي اللقطه الثالثه. لو كان ما كانوش معايا صحابي ونحكيها للناس ما يامنونيش، يعني الحمد لله يا ربي اللي كانوا كاينين معايا الشو. كانت هذه القصه تاعنا الزوجه. القصه الثالثه اللي فريمون حسيت روحي فيها غادي نموت. كيما على بالكم انا نسكن في منطقه ساحليه، يعني البحر قدام. كاين واحد البحر بعيد عليا بالك ب 10 كيلومتر يسموه رشكون. هذا رشكون الناس اللي تعرفه ولاد البلاد يعرفوا بلي بحر دونجي، يعني بحر فريمون خطير بزاف. كي يكون البحر كالمو هذه ولا علام خضر، علامه تجي تفوت تما جورني ما تنساهاش في حياتك. بصح كي يكون مهول ولا هايج حبيبي والله ساعفني ما تجيش لهذاك البحر. وهذا النهار كان الريح، وكنا متفاهمين باش في هذاك النهار انا وواحد صاحبي نسميوه بوزيان باش نروحوا لهذا البحر لرجكون. وصلنا لعلم احمر والحمايه المدنيه في حاله استنفار. ذاك النهار على الاقل كيما غرقوا 5 الناس. وباش نفهمكم كيفاش رجكون خطير ولا دونجي، فيه واد، يعني كي تدخل البحر تكون تتمشى عاود يولي فوندو، يولي غارق البحر 3 متر ولا ما باش، عاود تمشى حتى قد توقف. اصبروا باش نفهمكم غايه. هو عندي هنا مقطع طولي، هنا تكون تتمشى يولي هنا فوندو، كي تجي هنا ما تقدش توقف، عاود كي توصل هنا تقد توقف عادي. يعني مثلا هنا لو كان يكون بز هنا صغير ويشوف خوه هنا يحس بلي راه واقف عادي، يروح يدخل حتى يغرق، ما يعرفش باللي هنا راه الدعوه فوند. وهنا كما قلت لكم كاين الواد، خاصه كي يكون البحر هايج والموجه ما نحكي لكمش ما شاء الله. ديسيدينا انا وصاحبي باش نقطعوا هاد البلاصه يسموها البونصاب، نلغاو لها نعيطوا لها البونصاب. ديسيدينا باش نقطعوا للبونصاب، حتى دخلنا نعوم بالك 50 متر، دخلنا هنا وقفنا. والموجه هنايا حبيبي والله فريمون كبيره تصح، الموجه اللي تجي ندخلوا تحتها اللي تجي ندخلوا تحتها. عملنا هكا واحد 10 دقائق هنا، عاود ديسيدينا باش نوليو نستناو موجه شابه باش نخرجوا معاها. كيما تعرفوا طاكسي ولاد البحر يعرفوا، كي تجي الموجه تخرج معها طاكسي تخرجك حتى للشط. نستناو موجه شابه حتى جات واحد الموجه طوليه تاعها على الاقل 2 متر 80، فريمون موجه حياه الله يبارك. انا قلت لصاحبي قلت له سي بون هذه غادي نخرج معاه، ما سنيتش تندي الموافقه تاعه ولا يخرج معايا ولا لا. هو تحتها وانا ديسيديت باش نخرج معاها. المومون اللي عطيت الموجه بالظهر باش نروح نسبقها باش هي تزيد تدفعني، الموجه لحقت عليا خفيف، وقبل ما نقلع ضربتني في الظهر، قعدت نتكور تحت الماء، بالك قعدت واحد 5 ثواني ولا تحت الماء. اون فوا خرجت مدوخ، ما عارف لا نخرج هاك ما عرفتش الاتجاهات، ضاعوا لي في وسط البحر. في هذيك اللحظه فريمون حسيت بواحد الخوف ما نقدش نوصفها لكم. والموجه كيما على بالكم ما تجيش وحدها، تجي موجه مور اختها. قعدت الموجه اللي تضربني نتكور، الموجه اللي تضربني نقعد نتقلب في وسط الماء. تخيلوا معايا ما بقيتش نسمع، ما قديتش نشوف، ما عرفتش لا نروح لا يمين لا يسار، الاتجاهات ضاعوا لي، حتى ما على باليش كيفاش. سبحان الله هكا بون هي عادي، خاطش الامواج يجيو 7 تاع الموجات، عاود البحر يتكالما شويه، عاود يجيو 7 تاع الموجات عاود يتكالما شويه. لحسن الحظ الموجات اللي ضربوني التوالا ما كانوش كبار بزاف، صغار. طلعت راسي نشوف فلو ابان يبانوا لي هكا شويه تاع ناس. بديت نسمع، ودني وحده نحلت، الزوجه عدم بالله، نعوم بشويه حتى خرجت لحسن الحظ، ريحت في الشط، نتنفس، ما شربتش الماء بزاف، حاجه خفيفه، نكح شويه، جمعت، تنفست، استرجعت انفاسي. ومن ذاك النهار ديسيديت كي يكون البحر مهول ولا هايج نجيب طاسه معايا من الدار، نجمع في الشط ونبقى ندي من البحر ونكب على راسي، ندي من البحر ونكب على راسي. هذه قاعده ديتها حبيبي والله ما نعاودهاش لراسي والو. لكيف لا عجبكم هذه القصص، عندي قصص واحد اخرين ماشي شرط هكا تاع مغامرات هكا تاع صوالح صرا ولا راكم باغيين نحكي لكم. تنساوش تخليو لايك وسبسكرايب، لانكم وصل لافان هذا الفيديو. بقى غير نقول لكم سلام.